بسم الله الرحمن الرحيم. متابعيني حبايبي، النهاردة هنعمل ورق العنب نحشيه بالكفتة. معانا كفتة متصبعة. طبعا طريقة الكفتة سهلة وواضحة لأي حد، كلكم شطار، كلكم أحسن مني، تعملوا كفتة أحلى مني. أنا هنا جهزتها قبل التصوير. وبعد كده ده ورق العنب، أنا كنت طبعا شايلاه عندي في الفريزر، فكيته وبقى بالشكل ده. بدأت أحشي ورق العنب بالكفتة زي ما حضراتكم شفتوا. طبعا أنا حشيت الكمية كلها كده، حطيتها في صينية. عامة بحب أسوي المحشي، أي محشيات عندي بحب أسويها جوه الفرن، ما بحبش أسويها من بره على البوتاجاز. فأنا طبعا حطيتهم في الصينية بالشكل الجميل ده، وحطيت شرايح طماطم وشرايح ليمون، وكان عندي مرقة جميلة. طبعا بدأت أسقي المحشي بالمرقة. طبعا شايفين حضراتكم نسبة المرقة ما تغطيش إلا في يعني ورق العنب ما تغطيهوش، تبقى أقل منه شوية. طبعا كده. وطبعا دي معلقة سمنة حلوة، وكمان ممكن شوية زيت على سمنة، أو ممكن زيت فقط للي بيحب، مفيش مشاكل. وبقت معايا الصينية جاهزة بالشكل ده. جبت ورقة سيلفر، غلفتها كويس على اساس تستوي معايا من جوه وتبقى مستوية. طبعا بعد ما غلفتها دي ورقة زبدة على اساس ان برضو هتبقى وقاية شوية من السيلفر، وغطيت بالسيلفر كمان، ودخلتهم فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 190 درجة او 200 على الشبكة. خدوا معايا تقريبا نص ساعة وخرجوا معايا بالشكل ده. طبعا ورق العنب استوى، بقى جميل. الكفتة من جوه روعة روعة، جميلة جدا. استوت زي ما حضراتكم شايفين. الكفتة بقت بالشكل الجميل ده، بقت طعمة جدا، لان الاتنين شربوا من بعض. ورق العنب اخد من الكفتة، والكفتة اخدت من طعم ورق العنب. وشايفين حضراتكم جميلة جدا جميلة جدا، استوت وطعمها جنان. بالهنا والشفا يا حبايبي، يا ريت تجربوها. هي وصفة جميلة جديدة شوية،